قالت الفنانة شيرين رضا: فكرة عودتها لزوجها السابق النجم الكبير عمرو دياب لا تخطر على بالها. وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج أنا والقناع المذاع عبر قناة الحياة: خلاص الحياة أخدت كل واحد في سكة، والصداقة أنسب دلوقتي. وردا على سؤال من الأنسب لعمرو دياب في رأيك، فقالت: الأنسب هو اللي يقدر بقراره، لأن العلاقة بين الاتنين لازم يكون فيها تفاهم وكيمياء، ووجهة نظري لا علاقة بيها بالموضوع. وتابعت: بحب أسمع أغاني عمرو دياب، وأكتر أغنية أنا وبنتي بحبها تملي معاك. وتحدثت شيرين رضا خلال اللقاء عن علاقتها بزينة عاشور زوجة عمرو دياب: زينة أم أخوات بنتي، ودايما كنت أقول لنور وهي صغيرة إنها مش مرات أبوكي، هي أمك التانية لو أنا مش موجودة أو لما تكوني عند أبوكي، ولا أحب كلمة زوجة الأب. وأضافت في كلامها: كان لازم نبقى أصحاب لأننا بيجمعنا 4 عيال ملهمش ذنب. وحول علاقتها بالفنانة دينا الشربيني قالت: دينا صاحبتي من زمان، وعمري ما كنت هخسر صداقتنا، وهنفضل أصدقاء طول العمر. يذكر أن شيرين رضا ظهرت في مسلسل الصفارة الذي يعرض في شهر رمضان الجاري بشخصيتها الحقيقية،